محبي الحليب والسميد وأكلة سريعة وسهلة. إجاكن ضيف فجأة وما عرفانين شو بدك تضيفوه، مالكن غير هالطريقة. بدها طعمة حلاوة الجبن بس على أطيب، كتير طيبة وكتير سهلة بمكونات كتير اقتصادي. رح نبدأ معاكم نحط على النار طنجرة وبنحط فيها 4 كاسات حليب ومعلقتين سكر، وبنحط كاسة سميد. السميد حصرا لازم يكون خشن أو وسط. إذا ناعم بتحطه كاسة ونص إذا ناعم. تمام. وبنحركه على النار لتفتح حبة السميد، بس تفتح ويسمك معنا الخليط ويغلي منيح ويصير سميك مثل قوام المهلبي تقريبا. هلأ رح يبين معكم القوام كيف بالصورة. بنكون مجهزين صحن التقديم ومجهزين القشطة المنزلي، أو بتكون مسكربوني أو قشطة يعني بتجيبوها من عند أي محل حلويات شي بيعود إلكن. وأنا منزلة بقناتي طريقة القشطة. بتكون بنصب الخليط بوعاء وبنتركه دقيقتين 3 بس يطلع البخار منه الحرارة، وبنحط فوقه طبقة تانية قشطة بنمدها بطريقة منيحة، ومنزينها بالفستق الحلبي بالمكسرات اللي انتو بتحبوها، وبنحطها بالبراد أقل شي 4 ساعات لتبرد وتتماسك معنا. وبتحطوا القطر عليها، والقطر هون حسب انتو الحلاوة اللي بتحبوها، ورح تكون معكن متماسكة جدا وطعمتها كتير طيبة. وبتمنى منكن لايك وكومنت والاشتراك من القناة، وصحتين وعافية.